أتمنى أتمنى الموت. مراح، احنا هنطلعك يا مراح. شايف المشاهد دي؟ شايف كمية الدمار اللي بيحصل؟ شايف الإبادة؟ صدقني دي مش أوحش مشاهد ممكن تشوفها، في أوحش منها بكتير. بس مع ذلك الناس مبقتش مهتمة، أو بمعنى أصح مبقتش تحس زي الأول. المشاهد اللي في البداية دي لو 1% بس منها كانت اتعرض زمان كانت الدنيا بتتقلب، الإعلام ما بيبطلش كلام، المشاهير بينزلوا بوستات، حتى الناس العادية ما بتسكتش. بس دلوقتي تتكرر ملامح المشهد، تغير ولا صمت العالم. مفيش حاجة بتحصل، اتعودنا خلاص. وهنا يجي السؤال، ليه الناس بطلت تتكلم عن فلسطين؟ الإجابة ببساطة عشان أنت إنسان، والعدو فاهم كده كويس. يضرب ضربة قوية في الأول، الدنيا تتقلب والناس تفضل تتكلم يومين 3 والدنيا تهدى، وهو مكمل ضرب عادي. هو بس صدمك في الأول عشان بعد كده أي حاجة يعملها تعدي عادي، أو ما تتقابلش بردة الفعل المتوقع ليها زي الأول. بعد كده خلاص أنت اتعودت على المشاهد دي. فاكرين أول الحرب لما مستشفى غزة كانت بتتضرب كان بيحصل إيه؟ كانت الدنيا بتتقلب، الناس ما بتسكتش وبيحصل دوشة كبيرة جدا، والناس بتبقى فاكرة إن دي أوحش حاجة ممكن تحصل ويستحيل تتكرر تاني، خصوصا بعد غضب الشعب والدولي ده كله. أو دلوقتي تقريبا كل مستشفيات غزة اتدمرت، واللي لسه موجود فيها بيتضرب كل يوم، ومع ذلك مفيش ردة فعل زي الأول. في علم النفس في حاجتين بيفسروا اللي بيحصل ده، أول حاجة هي التعود. تخيل السيناريو ده، أنت في أوضة كبيرة جدا وفي جهاز بيطلع صوت زن حواليك. الصوت ده مزعج جدا وأنت مش قادر تستحمله، بس أنت لو قعدت في الأوضة فترة كفاية عقلك يبدأ يتعود على الصوت ده، واحدة واحدة الصوت ده هيوطى، وشوية شوية هتحس إنه مش موجود أصلا. ولو حد سألك على صوت الزن هتقول له صوت زنة إيه؟ أنا مش سامع حاجة من أساسه. أهو نفس الكلام ده بيحصل مع الصور والأحداث اللي بتشوفها. أول ما بتشوفها بتحس بتأثير قوي جدا وغضب شديد، تاني وتالت مرة الغضب ده بيقل، رابع وخامس مرة بيقل أكتر، وهكذا لحد ما مبقاش في ردة فعل من أساسه. أنت خلاص فقدت إحساسك في اللحظة دي. بس تعالوا نشرح الموضوع ده إزاي بيحصل في دماغك، أو إزاي بتتعود على حاجة بمعنى أصح. أي حاجة بتعملها تقريبا في حياتك بتخلق مسار عصبي في دماغك، المسار العصبي ده كل ما بتفعل بيحسسك بنفس الشعور اللي حسيته بيه أول مرة اتعرضت للحاجة دي، سواء حزن أو سعادة أو فرحة. مثال مثلا أنت أكلت أكل حلوة، ساعتها في مسار عصبي اتكون ده بيطلع دوبامين، كل ما تاكل الاكله دي هتحس بشعور السعاده ده. بس مع الوقت الاعصاب اللي في المسارات العصبيه دي بيحصل لها حاجه اسمها ديسيناتيزيشن او تعود، بتبدا تتعود على المؤثر ده، فساعتها بتبدا تحتاج مؤثرات اقوى عشان تقدر تديك نفس رده الفعل اللي حسيت بها بالاول. زي الاكله مثلا، لو اكلتها مره واثنين وثلاثه وعشرة مش هتحس بنفس السعاده اللي حسيتها اول مره، وهتحتاج حاجه جديده تفعل المسار العصبي ده. زي ما قلت لك الكلام ده تقريبا بيحصل في كل حاجه في حياتنا. يعني مثلا شيل كلمه اكله في المثال اللي فات ده وحط كلمه مخدر، المثال منطقي صح؟ ده بالظبط اللي بيحصل لما نشوف المشاهد والاحداث اللي في غزه، عقلك خلاص بيبقى اتعود عليها، والمسار العصبي ده مش هيتفعل غير بحدث اقوى بكتير او حاجه جديده. تاني حاجه بتفسر الموضوع ده حاجه اسمها اجهاد التعاطف. انت متعرض لضغط نفسي وعصبي شديد جدا، جسمك بيبدا يحط زي دروع حمايه حواليه عشان يحميك من الانهيار، والموضوع ده ليه علاقه بكيمياء جسمك عموما. اللي بيحصل في جسمك بالظبط لما بتشوف المشاهد والصور دي، عقلك بيفعل حاجه اسمها السمباثيك نيرفس سيستم. السمباثيك نيرفس سيستم ببساطه ده بيتفعل لما تحس بخطر او غضب شديد جدا عشان يهيئ جسمك على الاكشن اللي هتاخده بعد كده، سواء انت هتحارب او تهرب او هتعمل ايه بالظبط. ده بيحصل من خلال ان جسمك بيبدا يفرز كميه كبيره جدا من الادرينالين. عارفين الادرينالين؟ عارف بيعمل ايه بالظبط؟ الادرينالين بيسرع ضربات قلبك، بيوسع الشعب الهوائيه، بيزود معدل التنفس، وكمان بيوسع الاوعيه الدمويه عند العضلات عشان يوصل لها دم اكتر. ده كله عشان يجهزك عشان لو هتحارب او هتهرب. تخيل مثلا انت تشوف المنظر ده وانت ماشي في الشارع، منظر عادي، شويه كلاب نايمه ما فيهاش حاجه، بس تعال نبدل الكلاب دي بكلب تاني. اهو الكلب ده لقيته بيقرب عليك وهيجري وراك خالص، ساعتها جسمك بيبدا يفعل السمباثيك نيرفس سيستم وبيفرز كميه ادرينالين كبيره، ده كله عشان يجهزك وبيسيبك لاختيارك هتحارب ولا تهرب. كتر تعرضك للاحداث والمشاهد المؤلمه دي بيفعل نفس النظام اللي بيفعل لما تشوف الكلب اللي هيجري وراك، وساعتها جسمك بيبقى غرقان في الادرينالين. بس تخيل انت على طول غرقان في الادرينالين. الادرينالين حاجه حلوه ومفيده جدا عشان نجاتك، بس مش دايما مفيد. لو الادرينالين خلاه بنسبه عاليه على طول في جسمك، ساعتها ضربات قلبك هتعلى جدا والضغط هيزيد، وساعتها التوتر العصبي والنفسي هيزيد، وده كله هيأثر على جسمك جسمانيا ونفسيا كمان. ساعتها عقلك بيتدخل عشان يحميك وبيقلل حساسيتك تجاه كل المشاهد دي، وردة فعلك ما بتبقاش زي الاول. يعني ببساطه انت اتحطيت تحت ضغط كبير جدا، خلي عقلك وقلبك يفعلوا نظام الحمايه. والخطر هنا انك تسيب نفسك كده حتى لو مش حاسس بحاجه، كمل اللي انت بتعمله حتى لو حاجه صغيره زي تشار فيديو او صوره تفكر الناس باللي بيحصل في غزه. بس كده، سلام. كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين.